الحبايب يا جماعة مساء الخير. ده الجزء الثاني من الفيديو اللي فات، بس عشان خاطر ما يبقاش وقته كبير وكده فهنتكلم برضه، هنكمل كلامنا. يعني زي ما قلنا احنا ايه، عايزين حكومة كفاءات يا جماعة في كل حاجة. وبعدين سؤال بس صغير، وزير التعليم يا جماعة فوق دماغي وراجل تمام ومية مية ومفيش أي مشاكل. التعليم ده بالنسبة لنا يا جماعة، بصوا ما اعرفش اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس هو ده رأيي يعني. الناس اللي هم ربنا يزيدهم من نعيمه الاغنياء قوي، اصحاب الشركات واصحاب التعليم بيبقى بالنسبه له ايه يعني؟ يعني اهو هيتعلم يبقى معاه برضه شهاده وبتاع، وقت ما بتزنق معاه قوي هنا وهو بيبقى برضه شقي شويه مع صحابه وبتاع، وشايف نفسه والعربيات والبتاع والساحل والكلام ده كله، بيروح طالع اي بلد جايب شهاده هندسه هناك، هو مش بيشتغل بيها يعني في حاجه، هو بس ايه، معاه هندسه مثلا من مش عارف منين وبتاع وخلاص. ده بالنسبه للناس الفئه دي. وفي ناس طبعا منهم، انا مش بعمم على كله يعني الا من رحم ربي يعني، وفي ناس منهم طبعا متفوقين وناس تمام ومية مية يعني. أنا مش بقول كل اللي معاهم فلوس يعني، بس قصدي مش بيبقى ايه فارق معاه قوي زي الناس اللي زي التعليم ده. بالنسبه لنا احنا بقى يا جماعه، ده حلم، ده حياه خلاص. انا ولا قادر اخد مثلا شقه في حته معينه لعيالي، مش قادر اخد لهم محل، فبستثمر معاهم فين؟ في في التعليم. ده يعني خلاص اخر حاجه، ده حلمي. ده بنام واصحى واقول امتى الواد يتخرج، زي فيلم بدايه ونهايه كده، لما عمر الشريف كانوا مستنينه يتخرج هو اخوه عشان يصرف على البيت ويساعد يعني وبتاع وكده، نفس الحكايه برضه. يعني ده بالنسبه لنا الحلم. فانت يا جماعه جاي كل وزير تجيبه يطلع لنا بحاجه كده سنه سنتين جماعه، ده نظام التعليم عشان تطلع حد كويس لازم تبدا من اول الجيل، مثلا من اول الحضانه كده لغايه الجامعه. هي دي الفتره اللي انت تعمل فيها اصلاح بجد للتعليم، اللي هي 16 ولا 17 سنه. ما ينفعش كل سنه وسنتين تجيب حد لا مؤاخذه كده يجرب فينا، احنا مش فئران تجارب. يعني جبت سياده الوزير طارق شوقي، جه لا انا هعمل هسوي، طب اتفضل حضرتك ماشي. عملت لنا مناهج وابتدت من سنه رابعه، اللي هي مناهج سنه رابعه ابتدائي كان بياخد مناهج اقسم بالله ما كانوش بياخدوها في الكليه. يعني كنا لدرجه الله العظيم، في مدرس صاحبي مره كنت بكلمه في الصيف، يعني هنتقابلوا مفروض وكده وبتاع، بقول له ايه، قال لي بذاكر. قلت له بتذاكر ايه يا عم انت بتشتغلني؟ قال لي والله العظيم بذاكر المناهج الجديده بتاعت اللي هي اللي نازله. ده المدرسين يا جماعه، ده كان في مسائل في الكتب وحاجات في الكتب اقسم بالله العظيم اما كنا يعني والدته تقعد تذاكر له، مش انا بس كمان، ده كل المعارف يعني، تقعد تذاكر له بالليل حاجات ولا جوجل مفيش حاجه حد عارفها. ما تتصل بمدرس تساله، لا طيب ماشي بكره صورها لي، طب وبعتها لي، مش عارف يا جماعه، ضارب لخمه. وقعدت تجرب فينا وتعمل فينا مناهج، وراح جاب مناهج من بلاد مش عارف ايه وعمل فيها ايه وبتاع. وبعد كده لا خلاص، طارق شوقي معلش شكرا مع السلامه. تمام، جبت مين؟ جبت اللي هو كان ماسك مدير مكتبه ولا المساعد بتاعه ولا مش عارف ايه، قعد سنه برضه عمل مش عارف شويه مش عارف ايه كده وبتاع واتكل على الله. جبت بعد كده اللي هو الوزير الحالي، اللي هو اول ما جاء، مش انا بس برضه اللي بقول، ده كان على القنوات، كان عليه كلام كتير والشهادات بتاعته والدكتوراه والبتاع ومش عارف، وصممت عليه ماشي على عيني وعلى راسي. وجا بعد كده قال لك لا اصل احنا هنعمل بقى نظام جديد، البكالوريا. بكالوريا ايه يا كبير؟ ده حتى اسمها مش حلو. انت مش عاجبك حاجات في الثانويه العامه، والناس كلها برضو مش عاجبها حاجات في الثانويه العامه وبتاع، عدلها يا باشا يعني. يعني او حتى يعني ما اعرفش يعني، حتى يعني عدل فيها شويه، اعمل فيها شويه، حتى لما حد يقول لك انت في، يقول له انا في الثانويه العامه الجديده. انما البكالوريا دي يا باشا، ده انت حسستني ده انا رايح البس طرابيش وانا ماشي رايح اخد البكالوريا، اسمها حتى مش حلو. ووافقت عليها وبتاع وحاجات صعبه، وخلتنا في حيره اقسم بالله ما بعدها حيره. وعامل يعني رحنا يعني قال لك يعني بنتي داخله في اعدادي داخله ثانوي خلاص، لا لازم تروح البيروقراطيه بقى والحاجات اللي انتوا بالكم فيها، لا لازم تيجي تسحب الملف تجدده، روح تسحب الملف. ما تسحبوش ولا حاجه، بتمسكه في ايدك كده وتديهوله تاني عشان تديله فلوس. لا احنا عايزين 3 شهادات مائيه جديده عشان مش عارف ايه وبتاع. الاول كانوا كاتبين طلباتهم على الصفحه وشهادتين والشهادتين وبتاع والكلام ده، تمام، جبنا الحاجات ورحنا مسكنا الملف في ايدينا فتحناه رمى فيه، والله العظيم زي ما بقول له، واكيد في ناس شافت الكلام ده وعرفت، رمت فيها الحاجات اللي احنا جبناها وقفلتها تاني وخدت الفلوس وتمام ومية مية. وعشان نطلع شهادات الميلاد اقسم بالله
المكن الجديد اللي عاملينه ده فوق بعض والاقسام بالضرب وحاجه. المهم لا ده الورق ناقص ايه اللي مكتوب حضرتكم على الموقع بتاعكم وعلى الصفحات بتاعتكم جبناه. لا ما احنا عدلنا البوست امبارح الفجر انت ما شفتوش. لا انا ما شفتوش كنت نايم حضرتك عدلته الفجر يعني انا نايم وجبت حاجتي ونمت صحيت الساعه 9 الصبح. انا مش هصحى اقعد بقى على الصفحه بتاعتكم هي انا مش كنتش بحلم بيها عشان خاطر مش عارف طلباتكم ايه. قال لك لا احنا عدلنا نص البوست بالليل الساعه 2. لا ما انا مش ممكن انا واحد مش قاعد 24 ساعه يعني على صفحات يعني وبتاع. قال لك لأ، طب طلباتكم إيه؟ عايزين شهادة تانية، يعني 3 شهادات مثلًا، ده الاتنين ده الملف القديم الحاجات مرمية جوّه صدِّت، ما حدش بيستخدمها أساسًا. قال لك لأ، أصل عايزين شهادة تانية عشان التابلت. ماشي، رُحنا والله العظيم 3 يوم تاني ومش عارف إيه، اتأجلنا بقى للأسبوع الجاي، لإن هناك اللي هم بتوع اللي بياخدوا الملفات والكلام ده كله بييجي مش عارف يومين في الأسبوع، التلات وأربع حاجة كده يعني، فإحنا مثلًا رُحنا يوم الأربع، فبعد كده قال لك لأ تيجي ماشي، رُحنا يوم التلات سحبنا الملف قدمناه عملناه ناقص بس حاجه صغيره طابعين. طب يا فندم هروح فين دلوقتي ده المدرسه كانت يعني شبه في حته مقطوعه كده. قال لك لا طب والله بسال بسلامه نيه مش قصدي يعني اقول خدي رشوه واديني الطوابع. طب ما فيش هنا طوابع انت بتقول ايه يا استاذ وانت احنا بتوع الكلام ده انا مش عارف ايه ها وقعدت برضه قعدت تعمل وتشنك والله وانا ما قصدي ولا حاجه. حر الدنيا حر وفي حته مش عارف ايه وعشان تروح اقرب بوسطه والبوسطه اللي بتروحها بالضرب وهم بيقعدوا ساعتين الصبح وبيمشوا. والله طلعت ركبت توك توك وجريت ودخلت للبتاع والناس واقفه طوابير اللي بيقبض فلوس واللي بيقبض بتاع. والنبي يا جماعه بس انا عايز طابعين وامشي مش هعمل حاجه وبتاع وتحايل على الناس واللي يعمل وخدت الطابعين ورحت جريت. لقيتهم نازلين على السلم تعالى لي بقى الاسبوع قلت لها طب هات. والله العظيم كانت واقفه على الباب قامت عامله ملف كده ورميهم وقافلاهم وماشيه. يا جماعه تعنت يعني انت مش عاجبك حاجات في الثانويه القديمه معينه وفي ناس كتيره متضايقه من حاجات معينه وحاجات مش عارف ايه وبتاع. يعني هقول لك ايه ايفها كده وبتاع وخليها زي ما هي. وبعدين واحنا بنقدم برضو الملف وقفت لنا بقى انت عايز الثانويه القديمه ولا البكالوريا. والله وقفنا متنح يلا يا استاذ قول انت المفروض تبقى جاي جاهز. احنا مش عارفين انت هتقول لنا كده ولا يعني مش عارفين حاجه واحنا مش عارفين ايه دي وايه دي وبصراحه متخوفين خايفين نختار القديمه اللي احنا عارفينها يعني الناس واخده عليها وبتاع. طبعا انتوا عاملين الجديده دي عايزين تنجحوها فممكن برضو تفكيرنا بقى ما اعرفش انتوا برضو ممكن تعملوا كده يعني احنا تفكيرنا كده. ويا رب يطلع تفكيرنا غلط برضه مش القصد بنغلط في حد يعني بس ايه تفكيرنا بنقول طب التانية دي حتى لو وحشة هتبقوا عايزين تنجحوها عن الأولانية عشان خاطر إيه تثبتوا اللي إحنا هو شفته صح وإحنا بتاع. طب نختاروا دي ولا نختاروا دي. وبعدين سمعنا الجديدة البكالوريا دي اللي دوليا مش معترف بيها عشان أنت في مناهج بتاعتهم أساسية ولغات أنت لاغيها أصلا وبتاع فبيقول لك أنت مش معترف بلغتي اعترف أنا بشهادتك. فهي لخبطه وبتاع يعني ليه يا جماعه كل حاجه بالجراء ده التعليم ده بالنسبه لنا خلاص هو الحياه. والله العظيم ثلاثه يعني كل الناس مش انا بس ولا ده بس ولا ده بس. اقسم بالله بنحرم نفسنا بصوا والله يعني من لقمه. اقول لكم ايه اكتر من في ناس بتحرم نفسها من الدواء ومن كل اي حاجه مش ملذات يعني الحياه كمان احنا ما عندناش الترفيهات دي دلوقتي خلاص. من الحاجات الاساسيه عشان خاطر توفر الدرس وتوفر. وبعدين يا باشا يعني تعالى بص بقى امبارح الدنيا مقلوبة وبتاع. يعني ايه اللي حضرتك بصراحة عامله ده اجباري الكتب بتاعت المدارس التجريبية اللي هي مدارس حكومية يعني 1500 جنيه و1700 جنيه وايه الارقام دي يا باشا. وزودت المصاريف يعني كانت الناس بتدفع في البوسطة السنة اللي فاتت مصاريف البوسطة 300 جنيه و400 جنيه و 320 جنيه و330 جنيه ما وصلناش 400 اصلا. النهارده جاي تقول لي بقت ب 800 و900 وبتاع واصلا مصاريف المدارس التجريبيه برضو كلها غلت وبقت في السماء. ايه يا باشا ده في ايه. مفيش كده. وبعد كده تيجي السنه الجايه شكرا وزير التربيه والتعليم بقى خلاص كفايه عملت يعني مش عارف اقول ايه بصراحه حرام الله العظيم. يعني انا اسف كل وزير يجي يعني مطلوب منه مهمه حاجتين ثلاثه كده يروح ظرفهم لنا وخالع ونجيبوا واحد تاني بقى يشتغل معانا في حاجات تانية وقصص تانية وبتاع. معلش
يعني انا هقول كلمه والله صعبه كده، الظاهر التعليم برضو عندنا خلاص بيتخصخص. لان هو ليه بقى؟ لان الوزير طالع برضو من ضمن القرارات اللي هو عاملها اللي مش قادر يدفع مصاريف مش عارف ايه وبتاع لا مش اللي مش قادر يدفع مصاريف، اللي ما دفعش المصاريف بتاعت السنه اللي فاتت ياخد الملف بتاعه ويحوله حكومه يعني. خلاص كده بانت يعني، خلاص كده برضو المدارس التجريبي بتتخصخص. ده انا يا باشا مدخل مثلا، مش انا كشخصا يعني، عامه الناس يعني مدخله عيالها تجريبي، لان هي يعني خلاص مش قد المدارس الخاصه. النهارده المدارس القوميه اللي هي تبع المفروض الحكومه بس قوميه بيسموها كده، وصلت 20,000 و22,000 وبتاع، بقت برضه زيها زي الخاص. فانت كده خلاص عايز تلغي بقى النظام اللي هو التجريبي ده، وتخلي المدارس يا خاص يا حكومه. اللي هو انا اسف، اسف ليه؟ كل الناس عارفه الفصل فيه 70 و8. ده في عمرو اديب مره السنه اللي فاتت كان جايب مش عارف مين، بيقول لك فصل فيه 120 واحد. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ده التعليم ده يعني، ده احنا والله العظيم مش يعني الناس كلها بتحرم نفسها من لقمه عشان خاطر التعليم. احنا قلنا يعني قبل كده يعني في ايه بنستثمر في العيال لعل وعسى يعني حد يطلع مثلا اهو يشتغل في اي حاجه وبتاع. معلش النهارده مدرسه الحكومه اللي هي انا بالبلدي بقى، انا يعني مش تعليم عالي يعني وبتاع، بس هي اللي هو 1+1، لا مفيش خلاص الكلام ده يا جماعه. في بقى البلس والماينس والبتاع والكلام بقى كده دلوقتي. يعني هدخل ابني مثلا ازاي النهارده كاي حد ولي امر يعني مدرسه مش عارف ذكاء اصطناعي، ومدرسه مش عارف ايه بتاعت التوشيبا اللي عاملينها دي والحاجات الحلوه دي، وهو متعلم لسه 2 على مش عارف ايه واحد زائد واحد. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. ارحمونا بقى شويه بقى، مش كل حاجه كده اظرف في الغريق واظرف في فلوس. هو احنا يا جماعه كل حاجه احنا اللي هنسد الموازنه بتاعت البلد والعجز بتاع البلد في الفلوس وبتاع، والقروض اللي اتاخدت دي احنا اللي هنسدها؟ احنا مالنا يا جماعه؟ ما احنا قلنا ولساننا اتدلدل و100 مره يا جماعه ده اقتصاد وهمي. الفلوس الساخنه اللي انت بتاخدها دي كلها اقتصاد وهمي. لازم شغل، لازم اقتصاد بجد. الناس طلعت قالت انتوا مش عارف ايه، احنا في حاله حرب. احنا طب والسنين اللي فاتت دي احنا كنا في حاله ايه؟ لا يا جماعه ما ينفعش كده. كل وزير يجي يجرب فينا شويه حاجات قلنا من الوزير طارق شوقي اخلع امشي. جابوا واحد برضو انا اسف مع احترامي ليه وفوق دماغي، كان عليه لغط كتير قوي، الناس كلها والدنيا كلها كانت بتتكلم عنه وشهاداته وبتاع وكده، ودخل عمال برضو يجرب في مناهج وبكالوريا ومش بكالوريا واللي وامبارح اهو طلع علينا بشويه قرارات غريبه الشكل بصراحه. مصاريف زياده، كتب مش عارف بكام، وبعدين اجباري برضو بنجيب الكتب الخارجيه. انا ما بتكلمش يا جماعه عني كشخصا يعني، انا بتكلم عامه. الناس كلها امبارح كانت بتولول في الصفحات وبتاع، واولياء الامور خلاص بيشدوا في شعرهم. كتب بنجيب برضو الكتب الخارجيه اللي هي برضو تحت اشراف الوزاره. يعني احنا نشتري الكتب في السنه مرتين و3؟ ليه يا جماعه؟ لان والمدرس تيجي تقول له مثلا كتب مش عارف ايه وبتاع، يقول لك ما الكتب اللي هي بتاعت المدرسه دي والوزاره منزلاها ما فيهاش حاجه، ما فيهاش شيتات وحل ومش عارف ايه والكلام ده كله. الكتب الخارجيه هي اللي فيها الليله دي كلها. طب انتوا يا جماعه بتلقفونا ببعض؟ لازم ده اجباري اللي هو ما فيهوش اصلا اي حاجه، ولازم نجيبوا الكتب اللي بره؟ احنا هنجيب منين يا جدعان الكلام ده بقى؟ ما ترحمونا بقى شويه بقى. ده الواحد بقى كده خلاص يعني الرحمه بقى، الرحمه من عند ربنا بقى، حرام كده. ولا عارفين تسوقوا نظام تعليم في بلد في الدنيا كل سنتين نظام تعليمها بيتغير؟ ده فين احنا عايشين؟ فين احنا هنا؟ ده نظام التعليم ده بيتحط لل50 سنه وال100 سنه اللي قدام، مش كل سنتين واحد يجي يغير فيه شويه. لا يا جماعه ما ينفعش كده. ده احنا في مرار والله العظيم 3. ويقول لك اللي ما دفعش مصاريف مش عارف ايه وبتاع يروح يحول حكومه. ده انت يا باشا اصلا كمان على اللي انت عامله فينا ده، وعلى المصاريف الزياده والبريد الزياده ومش عارف ايه الزياده وكل الزيادات دي والكتب مش عارف ايه وبتاع، وما عندكش اصلا مدرسين مكفيه المدارس، وعندك عجز في المدرسين،
والعيال بيروحوا المدرسه وبيجوا لو عنده 7 حصص بياخد 3 بالعافيه، ويقول لك المدرس فلان الفلاني كمل معانا حصتين 3 زياده ومش عارف ايه، والفصل اللي جنبنا نزل قعدوهم في الحوش حصتين عشان ما فيش حد. طب ليه يعني بتعمل كده ليه طيب؟ يعني مبهدلنا كده ليه وانت اصلا ده انت عندك عجز في المدرسين وعجز في كل حاجه، وكمان بالغلو وبتاع. عايزين تخصخصوها يا جماعه وقولوا بقى وما تعملوناش كده. ما تقعدوش تتكوا علينا وفي الاخر تقول ما انت اللي مشيت رحت حكومه، ما انت من اللي بتعمله فيا. طيب اعمل ايه؟ عايز اعيل عيالي يا عم وعايز ابقى زي الناس، طب اعمل ايه؟ انتوا كده بتكسرونا قدام عيالنا يا جدعان برضه. يعني ما فيش كده في الدنيا بصراحه والله العظيم ثلاثه، استفزاز ما بعده استفزاز. استغفر الله العظيم يا رب. ولا عندك مدرسين كفايه، ولا عندك مدارس مش عارف ايه، ولا عندك ايه، ولا وعمال بس تغلي برضه في التعليم وتغلي ومسلمينا بصراحه. انا اسف مع احترامي ليهم فوق دماغي للمدرسين كده تسليم عالي يلا، وكله بيدبح في كله، وكله مش عارف ايه في كله، كله بيعمل في كله. لا يا جدعان وامبارح حتى والله على الصفحه مش انا برضه اللي قايل يعني ولية امر طالعه امبارح تقول لك بقدم ورقه بنتي ولا ابني مش عارف فين مش عايزين يقبلوه، مصوره الناس وهي قاعده والمكاتب وبتتكلم بصوت وبقلب. هي اجباري البكالوريا ومش اجباري؟ انتوا اول السنه قلتوا لا اللي عايز كده يا عايز، اللي عايز كده دلوقتي بقت اجباري والناس مش عايزه تاخد ورقها غير لما يا بكالوريا يا ما فيش. يعني كله بالغصب كده، كله بالغصب. احنا ما بنختارش حاجه يا جدعان خالص. ما احنا حمل بقى الكلام ده يا جماعه، ارحمونا بقى شويه بجد. ده من كل حته كده زنقلنا زنقه ما يعلم بيها الا ربنا. ده احنا مش عارفين نفرفص منكم. ده الواحد بيحط دماغه اقسم بالله العظيم 3 على المخده بالليل، عمال يعني كان الاول بيفكر في مثلا في حاجه في شغل في بتاع مش لا ده دلوقتي بيفكر هنعمل ايه مع المدرس الفلاني، وهنعمل ايه مع بتاع الخضار، وهنعمل ايه مع مش عارف ايه بتاع مين. من كل حاجه، والبتاع اسمه ايه ده المحصل جاي بكره وده جاي بعده. لا 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 لا، ده كده كتير علينا جدا، ده ضغط كده من كل حته، واحنا والله العظيم ما عارفين نفرفص منكم في اي حاجه. في الدنيا في بلد كل سنه سنتين بيغير نظام التعليم بتاعها. ده فين يا جماعه؟ ده احنا عندنا هنا، ده انا عندي في عيل لسه ما دخلش، لسه 5 سنين حاجه. عندي يعني الكبيره داخله هي اولى ثانوي والتاني في تانية اعدادي. كل واحد فيهم في سكه، كل واحد فيهم في مناهج، وكل واحد فيهم في حدوته. ودي عماله عيني تعيط مش عارفه يا بابا خد اعمل بكالوريا ولا اعمل القديمه ولا خد. ايه الحيره يا جماعه اللي انتوا عاملينها فينا دي؟ حتى ما فيش حد طلع يوضح توضيح كده زي ما الكتاب. اصل النظام مش عارف ده اي كلام كده واي بتاع، ومسلمينا بصراحه انا اسف للمدرسين تسليم عالي يعني. ومدرس السنه اللي فاتت يبقى الحصه مثلا 50 جنيه، مثلا السنه يقول لك 80. ليه يا باشا؟ طب انا يعني انا ممكن ابقى يعني متفاهم مثلا مثلا هي كل حاجه غاليه وكل حاجه، بس السلعه دي مثلا حته بتاع كده مثلا ب 50 جنيه، والدولار غلا والاستيراد مش عارف ايه وبتاع بقت ب 60 بقت ب 70، متفهم. مرتبطه بدولار، مرتبطه بسعر صرف، مرتبطه مش عارف بتضخم، مرتبطه ببتاع ماشي. انما انت كمدرس يعني حضرتك يعني مثلا يقول لك ما كل حاجه غلط، كل حاجه غلط. انت يعني مش بقلل منك والله، انت فوق راسي وكل حاجه. بس حضرتك برضو هو انت بتتكلم برضو يعني هو الكلام بقى غلط. يعني حتى الكلام بقى يعني يعني انت تعليم كل حاجه على عيننا وعلى راسنا كل حاجه، بس انت برضو اكيد عندك عيال واكيد عندك برضو بتاع يعني، واب برضو وبيت ومسؤول وكل حاجه، حس برضو بينا شويه. يعني كل سنه حضرتك عمال تغلي عمال تغلي، والثانويات الحصص دخلت في 200 و300 جنيه وبتاع. ليه يا جماعه كده؟ اقسم بالله العظيم ثلاثه ومش انا بس. ال 100 جنيه اقسم بالله بتيجي بالضالين، ببص تقعد يعني تشقى وتتعب وتدعي يعني بتعمل كل حاجه في الدنيا عشان ال 100 جنيه. تيجي تصرفها ايه؟ هي ما فيش في كلمه في منت كده، في منت اقل من دقيقه بتخش. بس ده والله ما بتكفي سوبر ماركت ولا بتكفي غدا ولا بتكفي اي حاجه، ما بتكفيش اي حاجه. ما بتكفيش تديها العيل يروح بيها درس. فرفقا برضو بينا شويه يا جماعه، انتوا اصحاب برضو بيوت زينا واصحاب عيال و يعني مش معقوله يعني برضو ايه كل سنه غلو انتوا كمان ويقول لك كل حاجه غلط. انت مالك ومال؟ انت بتستورد حاجه انت ولا بتعمل حاجه عشان كل حاجه غلط؟ فيا جماعه يعني رفقا بينا شويه يعني الحكومه يعني. يعني مش كل سنه ولا سنتين تقعدوا تجربوا فينا انظمه تعليم جديده. احنا مش حمل الكلام ده.
التعليم بالنسبه لنا هو خلاص، احنا خلاص يعني سلمنا ورفعنا ايدينا كده وسلمنا نفسنا لله، ويعني بالعافيه كده بالخناق مع نفسنا بنستثمر في عيالنا. عيال لو عسى يعني يشتغل حتى شغله كويسه، يسافر، يعمل اي حاجه بنستثمر فيه. هعمل ايه؟ ما الدنيا زي ما انتم شايفين رايحه في 60 داهيه، على الله حكايتنا. فحرام يعني اهدوا علينا برضو شويه كده يا جماعه. برضو صممت عليه برضو بشهادته بالشهادته ماشي خلاص، بس يقعد يجرب بقى فينا، نجرب في بعض؟ لا ما ينفعش يا جماعه كده. يعني نرجو رفقا بينا شويه. انا اسف يا جماعه طولت عليكم. ما تنساش اللايك المتين، تعمل اشتراك في القناه عشان ما يفوتكش قعده من قعده صحاب. شكرا لكم جدا. كان معاكم اخوكم محمود. سلام.